النهارده هاعلّمكم طريقة جديدة للبطاطس، بطاطس متبّلة سهلة وبسيطة وما بتاخدش زيت كتير وبتتعمل في الفرن. حضّرت كيلو من البطاطس كده، أنا قطّعته بالسُمك ده زي ما أنتم شايفين كده، السُمك التخين دوّة، أنا مش عايزاها رفيّعة لإنها لو رفيّعة هتتحرق منّي في الفرن، بالشكل كده والسُمك ده. ده بقى راس من التوم أنا مفصّصاها، معلقتين من الكاري والكركم، معلقة من الكمون، معلقة من الملح المناسب للبطاطس اللي أنتِ هتعمليها بالشكل ده، وفنجان زيت بس. الموضوع سهل وبسيط خالص كده. هاضرب بقى التوم بالتوابل بتاعتي في الكبة عشان أتبّل البطاطس بالشكل ده كده، زي ما أنتم شايفين كده. حضّرت السرفيس بقى حطيت فيه البطاطس وهاحط التتبيلة بتاعتي كده بالشكل ده على البطاطس زي ما أنتم شايفين كده، وهاضيف لها بقى فنجان الزيت وأقلّب الحاجات دي كلّها في البطاطس. عايزة التتبيلة والزيت يوصل لكل البطاطس بتاعتي، قلّبيها كويس بالمعلقة بإيدِك، ما فيش مشكلة. كده بالشكل دوّة، واسيبها نُص ساعة بقى تتبّل في التتبيلة بكده، وبعد كده هادخّلها الفرن على أعلى درجة حرارة. ولّعي الشواية من فوق ومن تحت ودخّليها الفرن. لو حسيتِ إن هي عايزة تتقلّب قلّبيها بالشكل ده، ما بتاخدش ربع ساعة والبطاطس بتطلع بتاعتي جميلة. شايفين لونها أصفر من برّه وعاملة قشرة كده يعني ناشفة شوية، ومن جوّه طرية خالص، طعمها تحفة، متبّلة، ما بتاخدش زيت كتير. عجبتكم الوصفة بتاعتنا ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس.